السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. حضرنا مع بعض قبل كده كيكات مختلفة وبطريقة سهلة وبسيطة، وبنقول كل التفاصيل عشان تطلع الوصفة ناجحة معاكم من أول مرة. هنعمل مع بعض النهاردة ماربل كيك، وهي من الكيكات الجميلة جدا لأن فيها طعم الفانيليا وطعم الشوكولاتة، وإن شاء الله هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نشوف الطريقة. هكون محضرة 3/4 كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، والكوباية اللي هعاير بيها الزبدة هي اللي هعاير بيها بقية المقادير اللي معايا في الكيكة علشان الكيكة تطلع معاكي مظبوطة. هبتدي اضيف لها 1.25 كوباية من سكر الحبيبات واضربهم بالمضرب الكهربائي. لو بتحبي السكر زيادة ممكن تضيفي 1.5 كوباية سكر بدل 1.25 كوباية سكر. هستمر في الضرب لغاية ما يبقى لون الزبدة والسكر لونهم فاتح، وهضيف معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة وارجع تاني استمر في الضرب. وقبل ما اشتغل في عمل الكيك هكون مشغلة الفرن علشان الفرن يسخن معايا كويس جدا، لان الكيكة في تحضيرها ما بياخدش وقت. وهبتدي بعد كده اضيف البيض. انا محضرة 4 بيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة. هنزل بالبيضة الاولانية واضرب فيها لغاية ما تختفي، وانزل بالتانية، واضيف التالتة والرابعة. كده تمام، البيض كله اتضرب كويس واختلط بالسكر والزبدة. هبتدي بعد كده اضيف الحليب. هنزل ب3/4 كوباية حليب دافي وارجع تاني استمر في الضرب. وهضيف المقادير الجافة. انا محضرة معايا 2 كوباية دقيق بتكوني نخلاهم قبل كده. هنزل بالكوباية الاولانية وبعد كده ابتدي اضيف لها ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. وهنا هستعمل المضرب اليدوي. ابتدي اخلط الدقيق مع السوائل. يبقى انا قبل ما اشتغل في اي كيكة هكون عاملة حاجتين: مشغلة الفرن علشان يسخن كويس قبل ما ادخل الكيكة تتخبز فيه، وهكون محضرة القالب اللي هسوي فيه الكيك. بعد كده هبتدي اضيف كوباية الدقيق التانية وارجع تاني اخلطهم بالمضرب اليدوي. انا هنا مستخدمة الدقيق متعدد الاغراض، بستخدم دقيق الكوثر. كده خلاص الدقيق اختفى في السوائل. هبتدي بعد كده اقسم العجينة على طبقين، لان انا هعمل جزء بالفانيليا وجزء بالكاكاو الخام. العجينة سمكها جميل جدا. اهم حاجة انك انتي تلتزمي بالمقادير علشان الكيكة تطلع معاكي مظبوطة ما تطلعش مفرولة. هبتدي اضيف في الجزء الاولاني معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وابتدي اقلبهم بالمضرب لغاية ما الكاكاو كله يختفي في الخليط. وبالنسبة للجزء اللي بالفانيليا هبتدي اضيف له معلقة كبيرة من الدقيق علشان يبقى الجزئين في نفس السمك، ما يطلعش جزء خفيف وجزء تقيل. وارجع اقلبه بالمضرب لغاية ما الدقيق كله يختفي. كده خلاص القوام الجزئين بقى زي بعض. وهجيب كيس من اكياس الحلواني هحطه في العلبة وانزل بخليط الفانيليا في قلب الكيس، لان كيس الحلواني هيسهل عليا توزيع الجزئين في قلب قالب الكيك. هبتدي الم الكيس واعمله عقدة من فوق، وهجيب كيس تاني واحط فيه خليط الشوكولاتة. كده خلاص جزئين الكيك جاهزين معايا. هبتدي اجيب قالب الكيك اللي هخبز فيه وبطنه بورق الزبدة. وانتي بتقصي ورق الزبدة خلي الاطراف عالية شوية علشان اثناء الخبز حجم الكيكة هيزيد. هجيب طرف كده الكيس وابتدي اقصه بالمقص، وهوزع عجينة الفانيليا وعجينة الشوكولاتة بالتبادل لغاية ما العجين يخلص. وهجيب بعد كده عصاية الشوي واعمل حركات خفيفة في قلب العجين عشان لما تتخبز واجي اقطعها تديني اشكال جميلة. كده خلاص الكيكة جاهزة ان انا ادخلها الفرن.
هسويها على درجة حرارة 180 وعلى الرف الأوسط. شايفين ورق الزبدة عالي ازاي؟ عشان أثناء الخبز هيزيد حجم الكيك. وده شكل الكيك بعد ما استوى. شايفين الحجم بتاع الكيكة زادت ازاي؟ هبتدي ارفعها من القالب واحطها على الشبكة واشيل ورق الزبدة من عليها واسيبها تبرد. الكيكة بعد ما بردت هبتدي اجهز التغطية اللي هغطي بيها الكيك. هكون محضرة 250 جرام من الشوكولاتة الخام واعمل لها حمام مية سخنة او تحطيها في الميكروويف علشان الشوكولاتة تسيح، وهضيف لها معلقة كبيرة ونص من زيت نباتي. وهكون محضرة معايا شوية مكسرات يكونوا مجروشين جرش خفيف. وملحوظة مهمة جدا وانتي بتسيحي الشوكولاتة على حمام مية سخنة، اهم حاجة ان مفيش ولا نقطة مية تدخل جوه الشوكولاتة، لان لو دخلت فيها نقطة مية واحدة بس الشوكولاتة هتبوظ منك. فانتي تكوني متأكدة ان الطبق اللي انتي حاطة فيه الشوكولاتة يكون ناشف كويس قبل ما تحطيه في حمام المية السخنة. وهبتدي اقلب الشوكولاتة مع الزيت لغاية ما يندمجوا مع بعض. وهضيف المكسرات وهقلب الشوكولاتة مع المكسرات كويس، اي نوع مكسرات عندك. كده خلاص التغطية بقت جاهزة معايا. هجيب الكيكة واحطها على الشبكة وتحت منها صينية وانزل بالتغطية عليها وابتدي اوزع الشوكولاتة بالمكسرات فوق من الكيكة كلها من جميع الجوانب. ولو انتي ما عندكيش مكسرات مفيش مشكلة، ممكن تكتفي بس بالشوكولاتة السايحة وتغطيها من جميع الجوانب. زي ما انتوا شايفين الكيكة طريقتها سهلة جدا وبسيطة وبتديكي نتيجة رائعة. الزيت اللي احنا ضفناه للشوكولاتة علشان يخلي الشوكولاتة طرية شوية وبيديها لمعة جميلة جدا عشان لما تيجي تقطعيها تبقى سهلة. بعد كده هحط الكيك في التلاجة لغاية ما الشوكولاتة تجمد عليها وتبقى جاهزة للتقديم ونقدر ان احنا نقطعها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وكل قطعة بتقطعيها مدياكي شكل مختلف عن التاني. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.